الإنسان بطبيعته بيحب يتقمص ويقلد وياخد من صفات الناس اللي حواليه، بس امتى يكون التقمص أو التقليد ده بيأذيه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة مع بعض. أهلا بيكم، أنا مريم غنيم من قناة مع بعض، والنهاردة هتكلم معاكم عن التقمص السلبي والتقمص الإيجابي. التقمص بيبان عند فئة المراهقين أكتر لأنهم بيكونوا لسه بيكتشفوا شخصياتهم وبيكتشفوا نفسهم، والتقمص في حد ذاته مش مشكلة، بس المشكلة لو كان المراهق مش عارف شخصيته الأصلية أو مش قادر يحدد هو مين أصلا، فبيتقمص الشخصيات بشكل كلي. يعني ايه؟ تخيل ان انت دلوقتي محدد شخصيتك وعارف انت مين، عارف طريقة كلامك، طريقة مشيتك، اختيارك لللبس واختيارك في تصرفاتك. طب عمرك سألت نفسك هي مشيتي او تصرفاتي او طريقة كلامي دي طريقة كلامي فعلا، ولا دي طريقة كلام حد تاني انا بقلده، ممثل انت بتحبه او مغني؟ في فرق كبير بين انك تقلد كل حاجة وبين انك تاخد صفة حلوة من شخص انت معجب بيه. يعني لو انت مثلا معجب بممثل والممثل ده قايم بدور ان هو شخص عميق وجامد وانت عايز تكون زيه، فتقلده في كل حاجة، طريقة كلامه، مشيته، حركاته، تعبيرات وشه. بس ده طبعا مش صح، لان انت بقيت نسخة منه مش انت كده ضيعت شخصيتك الحقيقية، وممكن الشخصية اللي انت متقمصها دي تكون بتخالف مبادئك وحدودك، فانت تبدأ تكسر حدودك وتخالف مبادئك بس عشان انت معجب بشخصية حد وعايز تبقى زيه. انت مثلا شخص ما بتحبش السجاير، بتكره ريحتها جدا، بس لقيت ان الممثل اللي انت بتحبه ده قايم بدور ان هو طول الوقت بيشرب سجاير، فده ادالك احساس ان هو عميق وانه كده جامد، فتبتدي انت كمان تشرب سجاير زيه حتى لو انت مش بتحبها، بس عشان تبقى زي شخصية الممثل ده. وده اللي انا قصدي عليه لما بقولك انك خالفت حدودك، خالفت مبادئك عشان تتقمص شخصية حد تاني. طبعا من غير ما ابين، اكيد ده الوضع الغلط واكيد ده الوضع اللي بيأذيك. طب امتى التقمص ما يأذينيش بل بالعكس يفيدني؟ التقمص هيفيدك لو انت عارف شخصيتك مش بتغير شخصيتك. مثلا لو انت عصبي مش بتحاول تبين انك بارد عشان تبقى عميق. لو انت مثلا دمك تقيل وما بتعرفش تهزر، ما تروحش مثلا تحفظ نكت عشان تقولها وسط الناس، لانها مش نابعة من جواك، انت مش عايز تقولها. لازم تفهم ان كل واحد ليه اختلاف، ليه حاجة هو مميز فيها، ما ينفعش تخبيها، لانك لو خبيتها انت كده بتداري شخصيتك الحقيقية. لو شخصيتك فيها حاجات مش عاجباك ممكن تحسنها، لكن ما تغيرهاش كليا او ما تغيرهاش جذريا وتتقمص شخصية حد تاني، لان كده كده هيبان ان هي فيك، وهيبان ان انت شخص غريب، والناس مش هتحب ان هي تتعامل معاك، هيتجنبوك، لان انت اصلا بتتجنب نفسك ومش بتحب نفسك. من الاخر، خليك على طبيعتك وحبها وتقبلها زي ما هي، وحاول انك تطورها وتحسنها لكن ما تغيرهاش. يعني مثلا لو في ممثل او حد قدوة ليك وبيعمل حاجة كويسة، انت خد منه الحاجة الكويسة دي، لكن ما تتقمصش شخصيته كلها. اختار انت طريقة كلامك، لبسك، حركاتك، تفكيرك، لان انت ليك حرية الاختيار. ولو عايز تقلد حد، قلد الحلو اللي هو بيعمله، لكن ما تقلدش عن عمى او ما تقلدش كل حاجة وخلاص. لازم تدرس وتفهم الحاجة اللي انت عايز تقلدها، هل هي هتفيدك ولا هتضرك؟ هل الحاجة دي هتخالف مبادئك وتمحي شخصيتك الأصلية، ولا هتطورها وتبقى شخصية أقوى؟ طب لو انت حاسس ان اللي انت فيه دلوقتي او هيئتك دلوقتي دي مش هيئتك، انت مثلا حاسس ان دي هيئة الممثل المشهور او المغني المشهور، حاسس ان في حاجة غلط، حاجة انت عايز تغيرها، لازم تتعمق جوه نفسك، لازم تشوف وتجرب حاجات مختلفة كتير عشان تشوف الحاجة اللي انت بتحبها وتعملها. لبسك، تفكيرك، الأغاني اللي بتسمعها، مش عشان مثلا صحابك بيسمعوا نوع أغاني معين أو بيلبسوا نوع لبس معين يبقى انت لازم تبقى شبههم. كل واحد مختلف بحاجة مميزة فيه، فما تقلدش وخلاص. خلي عندك رأي قوي
وما تنساقش ورا المجموعة. فكر ولاحظ بعناية تصرفاتك وطريقة تفكيرك، وشوف هل انت راضي عنها ولا حابب تطورها وتغيرها وبس. انا مريم غنيم من قناة مع بعض. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم باقي الفيديوهات الجديدة.